السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا مع بعض ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده جايه لكم بوصفه جميله جدا لتفتيح البشره، وكمان بصوا يعني كل مشاكل البشره تتحل بالوصفه دي. وصفه جباره بجد. ومش هنحتاج حاجه فيها كتير، مش هنحتاج غير هو مكون واحد يعتبر. سهله وبسيطه، وكمان اي حاجه في بشرتك هتشيلها، اي تجاعيد، اي خطوط، اي حاجه في البشره. الوصفه دي هتقضي عليها تماما يعني، ومن اول استخدام ان شاء الله. تابع معايا الفيديو للاخر وتعالي هنشوف هنعمل ايه مع بعض. الوصفه مع بعض، ولو انت اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك. ولما تجربيها باذن الله هستنى منك تعليق. يلا بينا نبدا مع بعض. احنا مش هنحتاج اي حاجه في الوصفه دي غير هما معلقتين رز. هحطهم هنا، والمفروض ان انا هرفعهم على نار. هحط عليهم كوبايه ميه وارفعهم على النار واسيبهم لما يستووا تماما، يعني تسيب الرزايه لحد ما تتهري يعتبر. هوريكم دلوقتي وانا بحطها على النار، وهنسيبها بقى تستوي وهرجع لكم تاني. هنا بقى هنرفعها على النار مع بعض. هحط معلقتين الرز، وهقوم حاطه كوبايه ميه عليه، وهولع بقى عليه كده واسيبه بقى يستوي خالص. يعني هسيبه يستوي براحته جدا، ياخد راحته في السوا، وهرجع لكم تاني بقى لما يستوي وهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. طبعا زي ما شفت ان انا ضربتها في الكبه. انا خلصت خلاص، استوت على النار، الرز استوى. وبعد كده حطيتها في الكبه وضربتها، بقت بالقوام ده كده. بصوا اهو، هو ده القوام اللي احنا محتاجينه دلوقتي. بقى اللي احنا محتاجينه ايه؟ هما بس يعني ايه، معلقتين صغيرين من اللبن بس. تمام، ده تركية بقى اللي انتي اللي هتخلي معاكي الكريم بتاع الرز ده تحفه 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 يا بنات. جربوه بجد هتدعولي. هتحطي بقى، هتبداي انتي خلاص دلوقتي هتقلبيه كده كويس قوي. طبعا ده بقى القوام اللي احنا محتاجينه اهو، زي ما قلت لكم. هنجيب بقى دلوقتي علبه معانا فاضيه مغسوله كويس جدا ومتنشفه وما فيهاش اي ميه ولا اي حاجه، وهنبدا بقى نحط الكريم بتاعنا فيه، بحيث ان انت بقى تستخدمي مثلا 3 مرات في اليوم او اكتر زي ما تحبي يعني. بتحطيه مثلا 10 دقايق او 5 دقايق لحد ما ينشف، وبعد كده ب بعد كده بتغسليه. بصوا يا جماعه، العلبه هتكفيه كتير جدا. ده اسمه كريم الرز. بجد الرز تحفه جدا ومفيد جدا للبشره. جربوه بجد وهتدعولي. ثانيه واحده اجيب امسح الحاجات دي وهوريكم شكل العلبه في الاخر عامل ازاي. انا يا جماعه دلوقتي نضفت هنا المكان وفضيت كل اللي في الطبق في العلبه، ودلوقتي العلبه بقت جاهزه اهي معاكي. هتستخدمي بقى 3 4 مرات في الاسبوع، 3 مرات، مرتين، زي ما تحبي. اهم حاجه مش اقل من مرتين. وهتحطيه 10 دقايق على بشرتك. وشوفي بقى بشرتك يا جماعه، بجد الكريم الرز ده جبار جدا. تفتيح رهيب وتنظيف للبشره وترطيب. بصوا هتاخدوا منه نتائج رهيبه. جربوه وادعوا لي، وما تنسوش تعملوا له لايك، وكمان ما تنسوش تدعموني يا بنات وتكتبوا لي تعليقات، وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوني، وانتظروني في وصفات تانية كتير. باي باي.